السلام عليكم اخويا الوحش، مليار مبروك. هتكلم معاك بقى كده، ندردش بقى مع بعض كده، الواحد يتملك اعصابه بعد الماتش بتاعنا ما خلص، وبعد ما ماتش الارجنتين وكاب فيردي خلص. بحب اقعد كده في منتخب بلده في دور ال 16 وسط كبار العالم، فبراحتنا بقى كده ايه، احساس جميل واحد بيجربه لاول مره، واخد بالك انت. المهم نبدا نقول ايه، مليار مبروك للكابتن حسام حسن اللي انا فرحان له قوي قوي. انت مش متخيل فرحتي للراجل ده قد ايه، لان الواحد الحمد لله من الاول اللي كان بيقول الراجل ده من حقه يمسك منتخب مصر. ففرحتي الكابتن حسام حسن كبيره جدا، وللعيبه الرجاله اللي بصراحه ما حدش فيهم بخل بنقطه عرق، باستثناء عمر مرموش ومحمد هاني، واحد زعلان منهم شويه، لكن برضه لان هاني بيغلط لتاني مره ومرموش بيضيع كوره كانت هتريحنا، لكن الحمد لله برضه ربنا سترها، والحمد لله كان المهم في الاخر ان انت تكسب، فالحمد لله. فمليار مبروك يا رجاله. عايز اقول لك كنت مرعوب في ضربات الجزاء، مش خايف بس ليه؟ في برضه نقطه ما حدش خد باله منها قوي، انا كنت قلقان ان لا قدر الله ضربات الجزاء توصل لحمزه عبد الكريم، لان رد فعل حمزه بعد الماتش وفرحته، هو يا عيني من بعد ما كره حسام عبد المجيد الحمد لله ما جبناها وصعدنا، حمزه جه يقوم يجري، رجليه ما شالتوش، وقع في الارض وقعد يعمل كده. فما بالك لا قدر الله لا قدر الله لو كان الدور جه على حمزه ودخل شاط ضيع وخرجنا مثلا بضربه جزاء بسبب حمزه، وده لسه ولد في بدايه حياته. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كان كريم، الواد ابن الرخمه الهلف ده البرج اللي بيجري ده الحمد لله ضيع، وبعدين واحد تاني ضيع، وما احتاجناش الحمد لله ان احنا ايه، غير اللي انت عندك 3 4 لعيبه المتمكنين هم شاط صعدنا، وكان ده التارجت بالنسبه لنا. والتحيه برضو لهيثم حسن، عمل مباراه الشويه اللي هو لعبهم، لا بصراحه لعيبه كابتن حسام برضو من حقه ياخد فرصه ومن حقه يزعل بمستوى مرموش اللي بيقدمه ده. لا ممكن ترمي تريزيجيه وترمي هيثم حسن، لان كمان في نقطه تاخد بالك منها معايا، لما هيثم حسن نزل تحس ان صلاح خد نفس، لا حد يفهمه يرمي معاه وانطو، حته صلاح كانت جباره. انت الوقت الاضافي كله الخطوره كانت من الجنب ده، هيثم وصلاح كان في وانطوهات بينهم، تحس ان صلاح لقى حد يسند عليه، وكانت بالنسبه لي بعد الماتش مرضيه. المهم ايه، قلت اطلع ابارك لك، لكن قلت يا واد خليك لحد بعد ايه، لما نعرف هنقابل مين، كاب فيردي ولا الارجنتين. قلت استنى يا واد لما نشوف هنقابل مين، كاب فيردي ولا الارجنتين. المهم المنطق والعقل يقول لك ايه، لان النهارده ليله تاريخيه في تاريخ قاره افريقيا عامه، ده كان فيها هيحصل زلزال النهارده ابن لذين. الواحد قال لك اتفرج على ماتش الارجنتين، فانا خلاص الماتش هيبقى ايه، فسحه على راي عصام الشوالي، نزهه للارجنتين ويحطوا جول في الثاني، بعدين يضمنوا النتيجه، يبتدي المدرب يريح ميسي، يريح اللعيبه الثقيله بتاعته ومش عارف ايه والكلام ده. لكن اللي حصل غير متوقع، كاب فيردي الارجنتين بتتقدم بيتعادل، الارجنتين تجيب الثاني بيجيب الثاني، الاكسترا تايم الارجنتين بتحط الجون الثالث في الاكسترا تايم، واللعيبه ميته وبيضيعوا كوره في اخر ثانيه كانت ممكن تبقى 3-3 ويروحوا ضربات جزاء. انت واخد بالك، كاب فيردي راس الاخضر اللي اول مره بتروح كاس العالم بتشارك، اللي ما كسبتش ماتش، كانت النهارده هتطلع بطل العالم، كانت هتطلع الارجنتين. فقصدي اقول لك ايه، لا كده الطموح عالي، كده ممكن، ليه انا ما اطلعش الارجنتين ان شاء الله. لا الطموح عالي يا رجاله، احنا التارجت بتاعنا اتحقق وزياده، احنا التورته بتاعتنا اتعملت، واي حاجه فوقيها هي كريزه على التورته. لكن الرساله اللي عايز اوصلها لك ان انت فكره والله ممكن، على راي الهضبه يمكن، ده حتى كان واحد هو بيتفرج على قد ما كان نفسي كاب فيردي تعمل مفاجاه وتطلع الارجنتين، وكانت هتبقى ليله تاريخيه لقاره افريقيا، اللي فرقتين من افريقيا هيقابلوا بعض لاول مره في كاس العالم، منهم فرقه مخرجه بطل العالم. لكن في نفس الوقت كانت حته جوايا كده طماعه بتقول لي لا انا عايز الارجنتين نقابلها، عشان ان شاء الله باذن الله الخروج بتاعي يتكتب على ايدي انا. فعلى قد ما كان نفسي كاب فيردي تقلش الارجنتين، على قد ما انا فرحان برضو ان هي ايه، انا اللي هقابلها، لسببين، الاولاني لو طلعت بطل العالم يا سلام على التاريخ وعلى المجد اللي انت عملته. تاني حاجه لا قدر الله اتغلبت، اتغلبت من حامل اللقب، عكس ما قابل كاب فيردي واطلع من كاب فيردي. رغم ان اقول لك حاجه، احنا كنا قابلنا كاب فيردي كنت هبقى قلقان جدا، فرقه بتلعب كوره مش ممكن، مقدمه بطوله فوق الممتاز. فهو كده الحمد لله الوضع دلوقتي منطقي واريح شويه، قابل الارجنتين اطلعها انجاز وتاريخ والمجد كله اتفتح للعيبه دي. لا قدر الله خارج من حامل اللقب. الماتش الجاي ان شاء الله يوم الثلاث 7/7 الساعه 7 باذن الله، باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا فيه الفرحه. لكن بعد اللي عملته كاب فيردي النهارده في الارجنتين، عصام الشوالي قال لهم حرام عليكم اللي عملتوه ببطل العالم ده، ارهقوا، وباذن الله نتقابل بعد الماتش الجاي باذن الله ان شاء الله واحنا فرحانين. مبروك يا وحش، اتبسط وافرح، انت بتعيش تاريخ، انت على راي ابراهيم فايق، انت عايش لحظه وحاسس احساس يدفع فيه فلوس. واحد حاليا عايش لحظه وحاسس احساس يعدل المزاج. اشوفك على خير يا وحش، السلام عليكم.